سنة انهيارات أخرى تطل علينا ومن مدن كبرى، وليتها كانت مجرد انهيارات أخرى بل فاجعة أودت ب 22 حياة. هذا فقط غيض من فيض حذرنا منه، ولكن للأسف كان مآله السقوط في آذان الحكومة الصماء. أسفي دابا غادي نعاودوا معكم من جديد، غادي بعد الأضرار الجسيمة في الأرواح والمدينة القديمة وسوق الفخار وباب الشعبة في مدينة أسفي، مدينة السردين والفوسفات والمهمشة من طرف حكومتكم والحكومات السابقة أيضا ما فيهاش مزايدة عليكم سيد الرئيس، خصو الواحد يتحمل مسؤوليته. واش ماشي جا الوقت باش نعلنوها مدينة منكوبة يستفدوا الضحايا والمدينة من صندوق التعويض على الوقائع الكارثية؟ إذا ما فعلناش هذا الصندوق في هذه الفاجعة وفي مدينة من حجم مدينة آسفي، أنا كنتسائل لاش غادي يصلح هذا الصندوق ولاش كنساهموا فيه كمغاربة. وبالمناسبة مرسوم التعويض على الكوارث أنا في نظري سيد رئيس الحكومة راه هو أكبر كارثة. عرفتي علاش؟ ما عرفتش واش قريتي يا سيد رئيس الحكومه ولا لا، باش يتعوضوا الناس في حاله الفيضانات درتوا واحد الشرط ما غاديش نقول تعجيزي مضحك، خاص ما يتعوضوا الناس من هذا الصندوق حتى يفوق الكارثه 500 ساعه ديال الفيضانات، بمعنى 21 يوم. دخلنا عليكم الله واش بنيتكم دابا زعما حتى ما يبقى حتى واحد يبقى لكم واقيلا غير الصندوق بوحديتكم، يعني شي اشياء ما كنستوعبوهاش.